هجمات الاهلي الخطيره جت من الضغط العالي. ادي امامنا موكليزي، المساحات اللي في ظهر هاني واللي في ظهر علي معلول، انطلاقه من جانب اللاعب ميلولا ويسجل ميلولا التمريره الى بيتر شلويلي عشان يسجل هدف اول. اتكرر الحقيقه الهدف. بيتر شلويلي في الدقيقه 34. بيتر شلويلي اللاعب النميمي، كرة اتكررت كتير في اللقاء دون ان يتدارك الاهلي هذا الامر. هدف مقابل لا شيء. ادي امامنا هنا يبدو يعني لاعبي جماهير الاهلي، ده اغضب جماهير الاهلي. بص الكرة عدت الكرة، وادي امامنا هو اللاعب ميلولا عمل كرة عرضية الى النميمي اللي سجل هدف التقدم في المباراة. فين بقى الرقابة؟ فين التغطية العكسية؟ راحت الكرة عدت من يومايما جيفت، ضيع فرصة كبيرة جدا. فرصة الهدف الثاني بتضيع من سان داونز الخطير، رأسية، التعادل محمد عبد المنعم تأزمت امام المهاجمين واضاع محمد هاني، لكن عبد المنعم ما بيضيعش. محمد عبد المنعم المتخصص في تسجيل الاهداف الافريقيه يسجل هدفه الافريقي الثالث مع الاهلي. سجل في مرمى الرجا المغربي، في مرمى اتحاد المنستير، وسجل امامنا هنا الدولي المصري اللي سجل محمد عبد المنعم. فرصه ركنيه رقم 10. عندهم مشكله على فكره سان داونز في التعامل مع الكرات العاليه. كرة علي معلول، لكن المرة دي ما لقيتش عبد المنعم. كرة أمامية، شحات، المساحات أمامنا، الشحات هيعدي يفكر يلعب العرضية، طبع في الكرة. يا ولد الله هدف التقدم للأهلي. حسين الشحات يا ولد ثبت كل الناس حتى حارس المرمى، ولمسة حلوة قوي وهدف التقدم للأهلي. حسين الشحات يظهر ويواصل التألق عشان يسجل للأهلي هدف ال3 نقاط في وقت قاتل. فرحة كبيرة للجمهور. حسين الشحات بمهارة عالية قوي، يا ولد. بص التثبيتة دي لعيب وطمعنا في البعيدة، لكن ضحك علينا كلنا وحطها في الضيقة. صعبة قوي يا ويليامز، صعبة قوي. لمسة إبداعية من حسين الشحات عشان يسجل هدفه الإفريقي رقم 12 دعموا بيها صفوفهم من أجل المرحلة القادمة، المرحلة المهمة الحقيقة للنادي الأهلي. على طول كرة أمامية، خطير هذا اللاعب، اللاعب ميلولا يبحث عن المساحة وسط الحصار. ميلولا في القائم وترجع مرة تانية، وهدف التعادل. مورينا لم يستفد الاهلي من التقدم ولم يستفد من تدارك الاخطاء، لان فريق سان داونز يسجل التعادل عن طريق البديل مورينا اللي بيسجل في الدقيقة 80 من عمر المباراة. تقدم بيتر شلويلي واضاع هاني ركله الجزاء وسجل عبد المنعم والشحات. تقدم الاهلي، لكن شوف ميلولا في القائم، ثم ترتد الكرة، اخطاء قاتلة في التمركز وفي الرقابة، ويسجل مورينا هدف التعادل. 2-2 تعادل في اللقاء ما بين سان داونز، فريق لا يستسلم، فريق امامنا الجنوب افريقي لا يستسلم ويسجل تعادل.